هذه وحده من اكثر القضايا اللي دارت بوم في الانترنت في الشينوا. واحد القضيه اللي غادي تخليك تفكر بلا هذا راه مسلسل ولا فيلم ديال هوليوود وماشي واقع، ولكن القصه راه حقيقيه 100%. السيناريو ديالها مليء بالصدمات والخيانات وشي بلوت تويست ما غاديش يطيحوا لك على البال. هذه قصه جريمه قتل شانهي المتسلسله سنه 2010. نهار 13 يوليوز عام 2010 البوليس ديال إقليم شاندونغ في الصين تلقاو بلاغ بما يفيد أنه شي ناس لقاو واحد الجثة ديال واحد الراجل عريان كامل مليوحة في واحد البير غارق ومهجور. ملي جاو الخبراء لقاو المعطيات التالية: الراجل كان طويل وعامر، يعني تقريبا فيه متر 83 وتقريبا غادي يكون فيه ديك 90 كيلو. العمر ديالو كيتراوح ما بين 35 و 40 سنة. الضحية قالوا بلا غادي يكون مات ما بين 3 شهور حتى العام. الجثة لقاوها بلا متلقية واحد الضربة على مستوى الرأس، غادي تكون بشي هراوة ولا بشي شاقور. الجثة كانت عاطية ريحتها وبدات في التحلل لدرجة أن الوجه، ملامح الوجه ديالو ما بقاتش باينة. الدليل الوحيد اللي لقاوه في مسرح الجريمة هو واحد الشاقور ما كانوا فيه لا بصمات لا دي ان اي، حدو كان فيه شويه ديال الدم اللي الخبراء كيرجحوا ان غادي يكون الدم ديال الضحيه. وكان فيه واحد الحاجه اخرى مميزه على كاع الشاقورات زعما اللي كانوا كيتباعوا في المنطقه، هو كان فيه واحد جوج حديدات هكا في الجنب كيشدوا هذيك اليد ديال الشاقور. البوليس داروا واحد الدوره تمشيطيه على كاع هادوك الدروغريات اللي كاينين في هذاك الفيلاج، ولقاو حانوت واحد اللي قال لهم انه جاب 80 حبه من هذاك الشاقور ديسمبر ديال 2009، ولكن باع منهم غير 30 حبه. وفي نفس الوقت الناس ديال الفيلاج قالوا للبوليس انهم شافوا واحد البقعه كبيره ديال الدم فيها الحمر والكحل حدا البير في جوايه ديك 28 جونفي في 2010. وهنا البوليس رجحوا ان الجريمه غادي تكون دارت في جونفي ديال 2010. البوليس باش يحاولوا يحلوا اللغز ديال هذه القضيه مشاو وداروا واحد البحث في ديك اللائحه اللي عندهم ديال الناس اللي مختفيين، ولكن ما لقاو حتى شي حد نفس المواصفات ديال الضحيه. غير هو البوليس طاحوا على واحد الخيط اخر، واحد السيد سميتو وانغ شي وان، كان قصير وضعيف، غبر في نفس الوقيته اللي البوليس رجحوا ان الجريمه وقعت فيها. هاد وانغ كانوا عنده شي كريديات واصلين حتى المليون يوان. واللي زاد شكك البوليس فيه هو انه كان صيف طوموبيلته لواحد الكراج باش تسبخ وخلاها تما باقي لدابا عمرو رجع ليها. الخبراء منين فتشوا الطوموبيله ديال وانغ لقاو واحد البقعه صغيره ديال الدم في الرويضه السكر اللي كاينه في الكوفر ديال الطوموبيله ديالو. التحاليل ديال الدي ان اي منين خرجت صدمات كلشي. علاش؟ حيت الدم اللي تلقى في الطوموبيل هو نفسه الدم ديال الضحيه اللي تلقات في البير. يعني هادشي كيقول ان وانغ شي وان عنده يد في الموضوع. ودابا اجي نعرفوا شكون هو هاد الضحيه اللي تلقى في البير. البوليس جبدوا كاع المكالمات من التليفون ديال وانغ شي وان ولقاوه في هذاك الشهر، يعني الشهر ديال جونفي في 2010، لقاوه كيهضر بزاف مع جوج نوامر من مدينه تيجان. هاد الجوج نوامر كانوا ديال هان بينلي وهان باوشان. هان بينلي كان الطول ديالو متر و83، والتحاليل ديال لادين كشفت انه هذيك الجثه هو هان بينلي. يعني المتهم الاول دابا ولا عندنا هو هان باوشان اللي حتى هو غابر في هاد الساعه. وهنا البوليس ناضوا كيقلبوا على هاد هان باوشان وفي الاخر لقاو وجابوه باش يبدا الاستنطاق معاه. في الاول بقى ساكت وما بغى يقول حتى حاجه، ولكن البوليس واجهوه وقالوا ليه بان مرات الضحيه
قالت لهم بالله هو كذب عليها وقال لها راه ديجا شاف راجلها من مورا جونفي، ولكن البوليس عارفين ان الجريمه وقعت في جونفي. وهو هنايا استسلم وقرر يعترف بداكشي كامل اللي طرا. ايوا دابا اجيو نسمعوا الاعترافات ديال هان باونشلي اللي كانت صادمه وصدمات البوليس والراي العام من بعد فاش تشهرات القصه في الانترنت. في سبتمبر ديال 2009 هذاك وانغ شيوان الاولاني اللي كان غابر، قلت عليه وراه باقي غابر لدابا، عطى الباوشان والضحيه بينلي 140 ألف يوان. علاش؟ باش يقتلوا ولد الفيلاج ديالو اللي سميتو تشانغ كايتسا. هاد الجوج القتله جاو للفيلاج وحاولوا يقتلوا السيد 3 المرات، ولكن ب3 فيهم فشلوا. واحد المره حاولوا يديروا ليه كسيده ما صدقاتش، مره اخرى حاولوا يديروا ليه واحد القنبوله في طوموبيلته وحتى هي ما صدقاتش. وهنا وانغ طلع ليه الدم وقال لهم صافي رجعوا في حالكم للتيجان منين جيتوا. غير هو هاد الجوج قتله ديال الله يحسن العوان كانوا ديجا خسروا ديك 140 ألف يوان اللي كان عطاهم وانغ، خسروها في الزهون النشاط والشرابات والحالة، وما بغاوش يرجعوا في حالهم بيديهم خاويين. داكشي علاش ناضوا كيهددوا في وانغ، كيقولوا ليه الا ما زدتيناش الفلوس غادي نمشيو عند البوليس ونقروا بك. وهنا وانغ طلع مطور شويه وناض خدم معاهم الحيله ديال فرق تسد، وبدا كيحاول يقلبهم على بعضياتهم باش هكا يتهنى منهم بجوج وارتاح ليه راسو. في الاول مشى عند بينلي اللي هو الضحيه ديالنا وقال ليه هاد صاحبك راه طماع ويقدر في اي لحظه يبيعك باش يتهنى منك، داكشي علاش هاكا واحد الفردي وكاو طرات شي حاجه تلقى باش تدافع على راسك. ومشى عند باوشان وقال ليه هاد صاحبك راه ما فيه ثقه ويقدر في اي لحظه ينوض ويفرقع هاد الرمانه، داكشي علاش خاصك تقتلو وترتاح، وهكا الفلوس كاملها غتاخدها انت بوحدك. ايوا وهنا الخطه ديال السي وانغ شيوان العبقريه نجحات. ونهار 24 جونفي 2010 من مورا اخر محاوله قتل فاشله، باوشان طلع عليه الدم وناض جبد الصداع مع بينلي. غير هو كان ديك الساعه الليل، فبينلي جبد الفردي باش يتيري في باوشان ويتهناو من هاد المشاكل وهاد الروينه اللي نايضه. غير هو الفردي تبلوك عليه وما بغاش يتيري. وهنا باوشان كان تعصب ويجبد الشاقور اللي كانوا ديجا شاريينه لا قبل محاولات القتل الاخرى، هزو وبدا كيضرب به بينلي للراس حتى قتلو وخلاه مكسل تما. السيد تخلع ناض عيط على وانغ وقال ليه اجي راه بينلي صافي مات. وهنا جا وانغ هزو الجثه ديال بينلي عراوه ولاحوه في داك البير. ايوا هنا غادي تجيو تقولوا لي اميمه واخا حنا الجثه اللي طلقات في البير عرفناها ديال مين وعرفناها كيفاش توصل تما وشكون قتلو وعلاش. وانغ فين هو اللي باقي ما لقاوش البوليس؟ ايوا سيادي وانغ عامين هادي وهو غابر، البوليس ما لقاوش ليه الاثر لا في البنكه ولا في الورق، يعني عامين هادي ما سنا حتى شي ورقه، ما دار حتى شي حاجه قانونيه، زعما شي ورقه باغي يدير شي حاجه ولا مهم، وما مثلا ما خدمش لاكارت بونكير ديالو، ما تيرا فلوس، ما خلص بها، ما حتى حاجه. البوليس هنا قالوا اجي نعاودوا نرجعوا للتليفون ديال وانغ نعاودوا نقلبوا فيه لربما نكونوا فلتنا شي حاجه. وهنا بالفعل غادي يلقاو واحد الميساج اس ام اس كان صيفطو وانغ الناس ديال الفيلاج ديالو وكتب ليهم فيه راني هربت على قبل الكريديات ولكن ما تخافوش عليا انا لاباس ومورا عامين غادي نرجع. غير هو البوليس لاحظوا واحد الحاجه غريبه شويه، الناس ديال الفيلاج فيهم عمامو خوتو كبار ناس كبار جدودو، وهو كتب لهم في الميساج خوتي، وعلى حساب الثقافه الاسيويه شي حد الا كان كبر منك راه ما كتقولش ليه خويا ولا اختي، كاينين عندهم مصطلحات خاصين بهم. وانغ راه ولد الفيلاج يعني مستحيل يدير شي غلط بحال هكا. اذا شنو هادشي كيعني ان وانغ ماشي هو اللي صيفط هذاك الميساج، يعني كاينه واحد الامكانيه ديال حتى وانغ تا هو يكون ديجا ميت والقاتل هو اللي صيفط هذاك الميساج.
هنا البوليس من مورا هاد الاكتشاف زادوا عمقوا البحث ولقاو منين سولوا في الفيلاج كان آخر نهار تشاف وانغ هو نهار 9 مارس 2010. واحد الاجتماع ديال البوليس، واحد البوليسي منهم تفكر واحد الهضره كان قالها تشانغ كايتسا بالضحك. تشانغ كايتسا الا نسيتو هو داك السيد اللي كانوا دوك الجوج باغيين يقتلوه في الاول، واللي ما قلتش لكم هو حتى واحد كايتسا فاش تلقات سميتو راه جابوه للتحقيق. مهم قال لهم هو زعما كيضحك زعما على اساس راها نكته، قال لهم انا الا بغيت نغبر شي جثه ما غاديش نلوحها في البير، غادي نديها لمحرقه الجثث ونحرقها وهكا غادي يغبر ليها لاطر. علاش قال هكا؟ حيت السيد ديجا خدام في واحد المحرقه ديال الجثث. ايوا يا سيدي، من مورا البوليس ما تفكروا هاد المزحه اللي كان قال تشانغ، ناضوا مشاو كيقلبوا في السجلات القانونيه ديال تشانغ ديال الخدمه، ولقاو باللي داك تشانغ دار 5 ديال عمليات حرق الموتى في هذاك الوقت ديال الجريمه، كلهم بوراقهم وكلهم منوطين وكلهم قانونيين. ولكن ملي زادوا فتشوا لقاو واحد السميات عاودات 2 المرات ديال واحد السيد شارف كان مات في 2008، ولكن نهار 9 مارس 2010 تعاودات خرجات ليه شهاده ديال الحرق وحده اخرى. هادشي كيعني بلا تشانغ حرق جثه مجهوله ودار لها نفس السميه ديال السيد باش تدوز. في نفس الوقت مرات تشانغ جات وقدمت واحد الاعتراف للبوليس وقالت لهم بلا شي وسايد ديال الكراسه ديال الصالون كانت هي اللي خيطاتهم بيديها وطرزاتهم. جا تشانغ ولاحهم ليها كاملين ما خلى لها حتى شي وحده. هنا شنو داروا البوليس؟ مشاو للدار عندهم قلبوا داكشي كاملو ما لقاو حتى حاجه، ولكن لقاو واحد الحاجه صغيره كان ممكن ما يردوش ليها البال. اشنو لقاو في واحد في هذوك الكراسه في اللور ديالو كاينه واحد النقطه كحله صغيره اللي قالوا انها غادي تكون دم. هزوها وداروا لها التحليله ديال الدي ان اي، وهنا شنو خرج ان داك الدم ديال وانغ شيوان. وهنا كندخلوا في الصدمه الثانيه. ايوا يا سيدي، ورا هادشي البوليس مشاو ولقاو القبض على تشانغ، وهنا تشانغ بدا كيعترف للبوليس وقال بلا عاق بوانغ راه مخلص 2 الناس باش يصفيوها ليه. اشنو دار؟ ناض عيط لوانغ قال ليه اجي عندي انا عارض عليك العشاء اليوم باش نصلحوا الامور بيناتنا، اجي ندويو نتفاهموا نتصالحوا ونبين عليه السلام. ايوا يا سيدي، منين وانغ وصل عند تشانغ دخل، ولكن تشانغ كان مخبي واحد الخدام ديالو سميتو لي وينسكي. وهنا ناض سيهم تشانغ هو يواجه وانغ وقال ليه راني عارفك استأجرتي 2 ديال القتله باش تقتلني. ايوا ناض شبكات بيناتهم بدا بزين، نوضو نتا تشانغ ولي شدوا وانغ وهلكوه عصا حتى مات. من بعد ناضو هزو وانغ داروا في ديك الخنشه ديال الموتى، نقاو الدار جمعوا كاع دوك المخاد اللي كانوا فوق دوك الكراسي حين تعمروا بالدم ديال وانغ، جمعوهم ولاحوهم، هزو السيد وداوه للمحرقه ديال الجثث. ومن بعد ناض تشانغ ودا وانغ المحرقه اخرى في اقليم اخر باش ما يجيبش الشبهات على راسو. زور الوراق وداروا السميه ديال السيد اللي كان ديجا مات في 2008، ومن بعد دخلوه التحرق حتى ولا رماد. موراها هز التليفون ديال وانغ وصيفط داك الميساج لكاع النمارين اللي لقى عنده في التليفون. ايوا هنا وصلنا لاخر مرحله اللي كتكون في اي قضيه من مورا كاع هاد الاعترافات اللي هي المحاكمه. هان بونشان القاتل الاول اللي قتل هان بيلي تحكم عليه بالاعدام مع وقف التنفيذ لمده 2 عام. وهنا غالبا الا كان السلوك ديالو مزيان ففي الصين كيتحول الحكم من الاعدام للمؤبد. تشانغ كايتسا القاتل الثاني اللي قتل وانغ شيوان تحكم بالسجن المؤبد بتهمه القتل واحراق الجثه لتضليل العداله. لي وينسكي اللي هو المساعد ديال تشانغ تحكم عليه ب9 سنين بتهمه المشاركه في القتل العمد. واخيرا تشانغ هونغشيا اللي هي مرات تشانغ كايتسا
تحكم عليها ب11 عام ديال الحبس حيت كانت مشاركة في المؤامرة ديال القتل. دابا من مورا ما سمعنا كاع الاحكام اللي تطبقات على المجرمين، كاين واحد السؤال غادي يكون طاح في بالكم، اللي حتى انا طاح في بالي في الاول فاش قريت القضيه كاملها وقلبت عليها وزدت زعما باش نعرف كاع هاد لي ديتاي اللي قلت لكم. هو علاش مرات تشانغ حتى هي تشدات وتحكم عليها ب11 عام؟ وشنو هي المؤامره اللي شاركت فيها؟ ايوا يا سيادي، اجيو تسمعوا الاخر بلوت تويست في هذه القضيه. البوليس اكتشفوا ان هونغ شيا كانت كتخون راجلها تشانغ مع من يا ترى؟ مع وانغ شيوان. او باش تهنى من تشانغ وتخوى لها الساحه هي والعشيق ديالها، اتفقوا بيناتهم انهم يكلفوا قتله مأجورين باش تهنى من راجلها وتبقى في راحتها مع العشيق ديالها. غير هو الخطه ما مشاتش كيفاش كانت هي والعشيق ديالها متوقعين. علاش؟ حيت واحد في هذوك القتله المأجورين ديجا مات، وزيد عليها حتى راجلها كان عاق بهم وعاق باللي مراته كتخونو مع وانغ. ايوا هنا فين ناض وصفاها ليه حتى هو. هي ما عجبهاش الحال حيت العشيق ديالها مات. هي فين ناضت مشات عند البوليس زعما باش تشكي براجلها باش يتشد وتهنى. هي فين قالت لهم على دوك المخاد اللي كان لاح ليها راجلها. جاو البوليس ولقاو الدم وداك الشيء، ولكن ما كانش كيسحاب لها راه حتى هي غادي تشد بتهمه المؤامره. هاد القضيه بينات لينا كيفاش الطمع والتخلويض والخيانه كتدور على مالها في الاخر. وهنا غادي تكون القضيه ديالتنا سالات. نساونيش لي لايك و سبسكرايب الى عجبتكم هاد القضيه، حيت باقيين جايين قضايا حسن وحسن وكاملهم عامرين تما بالبلوت تويست اللي ما غاديش يطيحوا لكم في البال. داكشي علاش ديروا لايك سبسكرايب وكومنت، والجمله الشهيره اللي كيقولوها اصحاب اليوتيوب فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد.